بداية مبشرة مع يستروب في النادي الأهلي. يستروب عمل مباراة قوية جدا جدا أمام نادي إيجل الرواندي وقدر يفوز عليهم في أول تجربة ليه مع النادي الأهلي. بالأخص التجربة كانت صعبة على يستروب لأن كنا بنلعب على أرض إيجل وكانت المباراة صعبة والطقس كان شتاء، لكن يستروب مدرب ذات عقلية كبيرة وذات شخصية كبيرة وقدر يتعامل مع الوضع وقدر يتعامل مع هذه المباراة. ويستروب تكلم وقال بالنسبة لهذا الوضع أنا ما يهمنيش هنا إلا الفوز، أنا يهمني الطقس الجو مطر ولا مش مطر، أنا اللي يهمني هنا الفوز فقط. وده اللي قدر يتعامل به يستروب مع النادي الأهلي. فيستروب مدرب ذات شخصيه كبيره جدا جدا ومدرب بيعرف يتعامل ومدرب بيعرف يتعامل مع اللاعبين وليه اداء كبير جدا مع النادي الاهلي وقدر يتعامل في هذه المباراه. اما بالنسبه لمباراه الاتحاد السكندري، مباراه الاتحاد السكندري هتكون غدا في تمام الساعه 5 مساء. النادي الاهلي لو فاز في هذه المباراه سيطير على طول من المركز الرابع الى المركز الاول، طبعا بعد فوز سيراميكا كليوباترا بتصدر الدوري. لكن الاهلي ليه مباراه مؤجله اللي هي هتكون امام الاتحاد السكندري. الاهلي حاليا معاه 18 نقطه متساويا في النقاط مع الزمالك ومع المصري البورسعيدي، ولكن الاهلي لسه ليه مباراه مؤجله. هيلعب المباراه ديت غدا في تمام الساعه 5 مع الاتحاد السكندري. لو فاز في هذه المباراه سيتصدر الدوري المصري وهيكون فارق الزمالك والمصري البورسعيدي ب3 نقاط، وكده هيكون متساوي معاهم في عدد المباريات. اما بالنسبه ليستروب فيستروب هيقدر يتعامل في هذه المباراه وهيقدر يفوز. يستروب طبعا التشكيله اللي هيلعب بيها واللي هو المفروض يلعب بيها ومفيش اللي هي اساسا عشان يلعب بيها، اللي هيلعب بشناوي في حراسه المرمى، هيلعب بالباك ليفت عندنا احمد نبيل كوكا نظرا لعدم وجود باك ليفت في النادي الاهلي. اما بالنسبه للباك يمين طبعا مفيش غيره محمد هاني. محمد هاني ظاهر ظهور كبير جدا جدا في الفتره الاخيره، بالاخص في الفتره الاخيره مع منتخب مصر ومع النادي الاهلي، ومفيش حد افضل من محمد هاني عشان يلعب مكانه. فمحمد هاني اللي هيلعب اساسي طبعا مع يسرب لحد ما نبقى نجيب باك يمين، لكن محمد هاني حاليا مكفي النادي الاهلي وعامل اداء عالمي مع النادي الاهلي. اما بالنسبه لثنائي الدفاع فهيكون عندنا ياسير مرعي وياسر ابراهيم. بالنسبه لياسر ابراهيم فده ياسر رجوله. ياسر ابراهيم يعمل اداء عالمي جدا مع النادي الاهلي. ياسر ابراهيم لاعب كبير وبيقدر يتعامل وبيلعب برجوله وبيلعب بجديه مع النادي الاهلي. فياسر ابراهيم هيشارك اساسي بالاخص بعد رحيل رامي ربيعه، لان النادي الاهلي حاليا لم يعوض المدافع العالمي محمد عبد المنعم. اما بالنسبه لياسين مرعي فهو دفاع ناشئ ولاعب كبير جدا جدا، لاعب مهم ولاعب كبير والنادي الاهلي يقدر يتعامل مع هذا اللاعب، فهو لاعب عالمي ولاعب بيقدم اداء كبير جدا جدا ولاعب قوي. فياسين مرعي هيكون دفاع اساسي مع النادي الاهلي نظرا لعدم وجود دفاع في النادي الاهلي. هنطير على طول على نص الملعب، هنلعب عندنا محمد علي بن رمضان ومروان عطيه. خلينا نتكلم عن محمد علي بن رمضان شويه وعن التكتيك اللي بيعمله محمد علي بن رمضان. محمد علي بن رمضان لاعب مهم، لاعب في غايه الاهميه للنادي الاهلي، لاعب بيعمل اداء عالمي مع النادي الاهلي، فهو لاعب كبير وقدر ياخد مكان في النادي الاهلي. محمد علي بن رمضان لاعب ذات شخصيه عالميه كبيره في النادي الاهلي. محمد علي بن رمضان بيقدم اداء كبير جدا مع النادي الاهلي وبيقدر يتعامل وبيقدر يقف على الكوره وبيقدر يلعب وبيقدر يسيطر. فمحمد علي بن رمضان لاعب مهم للنادي الاهلي. اما بالنسبه بقى لمروان عطيه اللاعب العالمي اللاعب الموهوب الذي هو رقم 1 في النادي الاهلي وفي منتخب مصر، مروان عطيه. مروان عطيه ده لاعب جميل جدا جدا، لاعب مش تحس انه بيلعب لكن لاعب هو بيعمل اداء كبير جدا جدا. ونظرا عاد فيه تناغم بين نص الملعب في النادي الاهلي وبين الدفاع، يعني محمد علي بن رمضان ومحمد هاني عاملين تناغم كبير جدا جدا مع الدفاع. فده التناغم ده مشكلته اتحلت، قدر يحلها يستروب. وبالنسبه لمحمد هاني فمحمد هاني خلينا برضه ارجع لمحمد هاني شويه الباك يمين بتاع النادي الاهلي. فمحمد هاني من يوم ما زيزو موجود في النادي الاهلي فمحمد هاني عامل اداء مرعب وعامل اداء قوي جدا جدا. فيه تناغم بين محمد هاني وزيزو، احنا شفنا زيزو ومحمد هاني بيعملوا ايه في الجهه اليمنى في النادي الاهلي، زيزو ومحمد هاني. فمحمد هاني زيزو فرق معاه جدا جدا، زيزو بيساعد محمد هاني بشكل كبير وبيقدر يظهر محمد هاني. محمد هاني ما ظهرش بشكل كبير بالاخص في الفتره الاخيره ديت، لما زيزو اجى النادي الاهلي فمحمد هاني قدر يظهر في النادي الاهلي. وطبعا بقى محمد هاني ومحمد علي بن رمضان وزيزو حاجه عالميه بقى، هتتفرج على تناغم كبير، هتتفرج على اداء مرعب في النادي الاهلي. ده كده بالنسبه لنص الملعب. هنروح بقى على الجهه اليمنى في النادي الاهلي اللي بيلعب فيها الكابتن والعالمي احمد سيد زيزو. احمد سيد زيزو نجم النادي الاهلي ونجم منتخب مصر،
بسم الله ما شاء الله عليه، لاعب عالمي، لاعب تقيل، لاعب ليه مكانته في الملعب، لاعب بيعرف يعرض الكرة، لاعب بيعرف يصنع التمريرة، لاعب سريع، لاعب مهم جدا جدا في النادي الاهلي. فاحمد سيد زيزو لاعب محدش يقدر ياخد مكانه بالمستوى اللي هو عامله والاداء اللي هو عامله، تحسه ان ابن النادي الاهلي بالاخلاص اللي بيقدمه للنادي الاهلي وحبه للنادي الاهلي والاداء اللي بيلعبه في النادي الاهلي، فتحسه انه ابن النادي الاهلي اللي هو احمد سيد زيزو. وبالجهه اليسرى عندنا اللي هيلعب فيها بن شرقي هو اللي هيلعب، لان بن شرقي لاعب عالمي، لاعب بيلعب الكرة يا جماعه، اقول لك ايه، بس بيلعب الكرة بالمسطره، حرفيا بيلعب الكرة بالمسطره. بن شرقي ده بيلعب الكرة بالمسطره، انت بتشوف بن شرقي بيعمل ازاي في الكرة، فبن شرقي لاعب كبير جدا جدا ولاعب مهم في النادي الاهلي. بن شرقي لمسته في الكرة بتعجبني، حرفيا لمسته في الكرة لمسه عالميه، لمسه بن شرقي ده. فبن شرقي لاعب كبير جدا جدا ومهم في النادي الاهلي. وبعد كده معانا تريزيجيه اللي شايل هم النادي الاهلي على دماغه، تريزيجيه حرفيا شايل هم النادي الاهلي على دماغه. تريزيجيه يا جماعه شايل ضغط الفرقه، تريزيجيه عايز يقدم للنادي الاهلي اكتر حاجه عنده، يعني لدرجه انه عايز يقدم للنادي الاهلي اكتر حاجه عنده، بيتعصب اكتر ويتنرفز اكتر عشان عايز يقدم حاجه حلوه للنادي الاهلي، لانه هو شايف نفسه اللي هو اكبر اهم لاعب في الفريق وهو كابتن النادي، فهو لاعب شايل هم الفريق وعايز يشتغل الفريق على دماغه. فتريزيجيه ضغط نفسه شويه في حته انه قائد الفريق وعايز يشتغل هم الفريق على دماغه، فده اللي مخلي تريزيجيه متوتر شويه. فهو كده تريزيجيه في النقطه ديت هيلعب تحت الهجوم على طول. هيلعب بالهجوم بقى مين؟ طبعا محمد شريف المخيف مصاب. هنلعب بمين؟ هيلعب بجريديشار اللي هنلعبه في الهجوم. طب جريديشار لاعب عالمي ولاعب كبير، لكن جريديشار بيتصاب كتير، يعني اللي لاحظوا ان جريديشار بيتصاب كتير، لان جريديشار بيحصل له اصابه على طول. فجريديشار هيلعب وهياخد فرصته، بالاخص ان يستروب مش راضي اساسا عن محمد شريف، وقال لك انا هدي لجريديشار فرصته، ولو مستواه عجبني هكمل في النادي، ما عجبنيش بالسلامه. هو ده اللي يستروب بيلعب عليه، يستروب عايز يقدم بطولات وتاريخ للنادي الاهلي. فيستروب مدرب ذات شخصيه عالميه وذات شخصيه كبيره، عمل اداء كبير جدا مع النادي الاهلي. احنا عارفين يستروب الاداء اللي بقدمه في المباراه بتاعه ايجل نوار الرواندي اللي بيقدر يفوز عليهم، وان شاء الله مباراه الاياب هتكون في مصر ان شاء الله، هتكون يوم السبت. فيستروب مدرب حلو وصفقه حلوه قدر النادي الاهلي يتعامل بيها. انا هقول تاني وهعيد تاني، النادي الاهلي لو فاز في مباراه الاتحاد السكندري سيتصدر الدوري المصري، هيكون فريق الزمالك والمصري البورسعيدي ب3 نقاط، وهيكون في الصداره، وهيكون متساوي معاهم في عدد المباريات. فيستروب هيعمل المستحيل، والنادي الاهلي واللعيبه في اتم الاستعداد، وهيعمل المستحيل عشان يفوزوا في هذه المباراه، لان المباراه ديت مهمه للنادي الاهلي عشان هيصعد فيها لصداره الدوري. فيستروب هيلعب بالتشكيله اللي انا اتكلمت معاك عليها ديت وقلت لك عليها. فيستروب هيلعب بالتشكيله ديت وهيفوز ان شاء الله على الاتحاد السكندري. فالاتحاد السكندري فريق مش من مستوى الاهلي اساسا، فالنادي الاهلي هيقدر يفوز عليه بكل سهوله، بالاخص مع المدرب العملاق يستروب مدفوع فيه ثمن كبير. ما هو انت عشان تجيب مدرب كبير هتدفع ثمن كبير، وعشان هتدفع ثمن كبير فانت هتجيب مدرب عالمي شبه يستروب. ان شاء الله المباراه هتكون غدا في تمام الساعه 5 مساء. توقعاتكم معي لهذه المباراه، وكان معكم السيد ابراهيم في كوره مع السيد. ما تنساش الاشتراك ودعمي وتفعيل زر الجرس.